السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في قناة عالم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن كوش أرض الفراعنة السود الذين حكموا وادي النيل 4 قرون. كوش أرض الفراعنة السود الذين حكموا وادي النيل 4 قرون، قوة عظمى فرضت نفوذها وسيطرتها بين القرنين 8 و4 قبل الميلاد. هكذا وصفتها منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، فقد اعتبرتها أعظم الحضارات الأفريقية القديمة، حتى إنها ضمت عاصمتها الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي عام 2011 ميلادية. امتدت حدودها من جنوب أسوان حتى الشلال السادس شمال الخرطوم. مملكة كوش وصفها عالم المصريات البريطاني والتر إمري في كتابه مصر وبلاد النوبة بأنها ساحة قتال العالم القديم وأهم مناطق القارة الأفريقية. سطر التاريخ على أرضها أحداث تاريخية كان لها أثر كبير في تطور الحضارة، فمنطقة النوبة تعد أهم مناطق الصراع في العالم القديم، وتنقسم بين النوبة السفلى التي كانت تعرف بواوات وتقع داخل الحدود المصرية بين الشلال الأول والثاني، والنوبة العليا وهي كوش والتي تمتد من جنوب الشلال الثاني وحتى الدبة داخل الأراضي السودانية. كانت النوبة العليا قديما موطنا لثلاثة ممالك حكمت في العصور القديمة: مملكة كرما، والتي امتدت فترة حكمها من القرن الخامس عشر إلى القرن 24 قبل الميلاد، ومملكة نبتة التي ساد حكمها من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى 10 قبل الميلاد، ومملكة مروى التي استمرت من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي. وتعتبر النقوش المدونة على لوح الملك سنوسرت الأول ثاني ملوك الفراعنة من الأسرة 12 أقدم أثر يذكر اسم تلك المملكة، فقد صورت الفرعون وهو يقدم 10 من الأسرى المقيدين إلى الإله منتو إله الحرب في الديانة المصرية القديمة، والذي صور على شكل صقر. كانت تلك الأسرى تمثل مدن ومناطق بلاد النوبة، فتحت كل أسير نقش اسم المدينة أو المنطقة النوبية التي ينتمي إليها، على رأسهم اسم كاش وهي مملكة كوش. تزامنت قوة وازدهار مملكة كوش مع بداية ضعف مصر الفرعونية في عصور الدولة الوسطى التي امتدت من أواخر القرن 17 وحتى أوائل القرن 22، فبدأت بالزحف تجاه الشمال. هذا الأمر جعل الملك سنوسرت الثالث الذي لقبه الإغريق بسوزوستريس الثالث، وهو خامس فراعنة الأسرة 12 في منتصف القرن 19، يقوم بتوجيه 37 حملة إليها وقام بإخضاعها عسكريا، ثم أقام 17 قلعة وحصنا بين الشلالين الأول والثاني. أظهرت نقوش لوحة كرنرفون عن نصف لوحة الكرنك للملك كامس شقيق الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة 18، لتكون دليلا حيا على ما كانت تمثله مملكة كوش من أخطار على الدولة المصرية.
فتذكر اللوحة الخطر القادم من الجنوب أثناء احتلال الهكسوس لمصر، ويقول فيها: أريد أن أعرف مدى قوتي، فهناك في أواريس ملك أجنبي، وفي كوش يحكم ملك آخر. كما تذكر أيضا إنه في عهد كامس تم أسر رسول من الهكسوس في منطقة الواحات، كان متجها إلى كوش ليبرم تحالفا مع أميرها ضد مصر. قام تحتمس الثالث سادس ملوك الأسرة الثامنة عشر بإخضاع بلاد النوبة حتى الشلال الرابع لحكمه، واستمر ذلك ل6 قرون كاملة. فكان الحاكم الفعلي في كوش هو نائب الفرعون المصري في ذلك العصر. بلغت النوبة أقصى درجات رقيها، فازداد الرخاء واتسعت التجارة بين البلدين، وتطبعت بطباع المصريين في كل شيء تقريبا. لكن ثورة أمنحتب الرابع الذي عرف بإخناتون ودعوته للإله الواحد في أواخر القرن الرابع عشر دفع بعض من كهنة أمون للهجرة، فتوجهوا إلى جبل بركل واستقروا في مدينة نباتة في بلاد النوبة. وفي القرن الثامن قبل الميلاد استغل النوبيين ضعف الدولة المصرية، وتمكن الفرعون النوبي كشاتا أول عظماء الملوك في كوش من استرداد استقلال بلاده، وأقام عاصمة لمملكته في نبتة جنوب الشلال الرابع. وقد عثر الأثريون على حجر أثري بالقرب من أسوان ما زال يحتفظ بصورته، وبجوارها لقب كشاتا نفسه بملك مصر العليا والسفلى، وهو اللقب الذي استخدمه فراعنة مصر. بعد وفاة كشاتا نجح ابنه الملك بعنخي الذي خلفه في الحكم في الهجوم على مصر من الجنوب واحتلالها عام 725 قبل الميلاد، وأسس الأسرة الخامسة والعشرون التي امتدت نفوذها من سواحل البحر الأبيض المتوسط وحتى أعماق القارة السمراء على مشارف الحبشة. عرفت هذه الأسرة بالأسرة الكوشية، وهكذا صارت مملكة كوش قوة عظمى. سارت تلك المملكة على نهج الشعب المصري في كل مظاهر الحياة والحضارة، فملوكها اتخذوا الألقاب الفرعونية، وجعلوا الإله آمون إله الشمس عند المصريين القدماء معبود الدولة الرسمي، حتى إنهم شيدوا مقابرهم على الطريقة المصرية وزينوها بالرسوم والنقوش الهيروغليفية. ولعل أكبر ما يوضح أن الثقافة المصرية تركت أثرا كبيرا على النوبيين أن الأميرة الكوشية أماني ريدس ابنة الملك كشاتا تزوجت من الإله آمون في طيبة، وصارت تعرف بلقب زوجة الإله.